زي ما شفنا مع حضراتكم على الشاشة أنواع السلامة والصحة المهنية، هنعرف أكتر تفاصيل مع الاتصال الهاتفي بالدكتور مهندس مايكل البدراوي، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين ودكتوراه التنمية المستدامة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، برحب بيك في صباح القاهرة. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. واحب ابتدي كده كلامي بتهنئه عمال مصر كلهم، الجنود اللي دايما بتسعى لرفعه الوطن، وعيد سعيد عليهم باذن الله، ورب دايما عمال مصر في التنميه والازدهار باذن الله يا رب. بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور. دكتور مايكل، الحقيقة احنا يعني الناس كتير بتسمع عن كلمة السلامة والصحة المهنية، وكل معلوماتها عن الموضوع ده طفاية الحريق اللي موجودة في أي مبنى أو إصابة العمل. عايزين حضرتك تشرح لنا أكتر وللمشاهد الكريم يعرف تفاصيل يعني إيه السلامة والصحة المهنية. اتفضل يا فندم. بص يا فندم، هو باختصار كده عشان يبقى الموضوع سهل شويه، هي مجموعه اجراءات وقوانين بتبقى موجوده في كل منشاه وليها اصدارات جوه مصر. طبعا مهتمين احنا بالكامل ده كامل، هتلاقي دايما في كل قانون من قوانين العمل بيصدر في جزء لتامين السلامه والصحه المهنيه للعامل. نعم. مجموعه الاجراءات دي بتكون من اول الادوات الشخصيه الخاصه بيه، خصوصا مثلا انا كمهندس بتعامل في مجال الانشاءات مثلا، فلازم تلاقي في خوذه، في فيست، في تكسي في القدم، في جوينتي، في حاجه بتلبس جلاس على العين. كل ده تامين ليك كشخص. لما يجي مثلا يتعامل مع سقاله لازم يكون محطوط له حزام امان بحيث ان هو ما يقعش من فوق يتعور، لا يبقى حاجه مربوط فيها. تمام. اذا هي مجموعه خطوات بنبتدي اول حاجه بتامين الشخص كنفسه، ثم نوصل بقى بعد كده في تامين المكان. زي ما حضرتك قلتي، موضوع طفايات الحريق، في اجهزه الانذار، اجهزه الرشاشات بتاعه رد الفعل اللي هي اطفاء الحريق نفسه. اذا مجموعه الاجراءات بدايه من الوقايه الشخصيه، ودي طبعا بيبقى لازم يكون في حد او ملاحظ او مشرف مهتم ان كل من هو داخل موقع عمله ان هو يهتم بيها. نعم. في اشغال ما بتحتاجش السلامه والصحه المهنيه بالمستوى بتاع انه يبقى لابس وحدات امان شخصيه. نعم. يعني موظف داخل في مكتب ولا حاجه، هتلاقي حضرتك لازم يكون متوافر ان في رشاشات مثلا اطفاء، في تقويه الحريق، نعم. وفي موضوع سلالم الخروج والهروب وبيتدربوا عليه. نعم. تمام. يعني يتدرب في حاله حدوث حريق، اي مشكله الاخلاء بيتم ازاي. تمام. طيب حضرتك يعني وضحت لنا موضوع ان هي اجراءات المفروض متبعه في كل الاماكن وفي كل الاوقات لسلامه العامل في اول حاجه، او اول اجراء سلامه العامل او الموظف، وبعد كده سلامه المكان. طيب في بعض الاماكن ممكن يكون يعني بنسمع دايما عن حريق حصل مثلا في منشاه ما، بنسمع ان يكون حاجه اسمها مس كهربائي. ازاي نتلافى يعني تكرار المشكله؟ هل برضو ده من ضمن اجراءات السلامه والصحه المهنيه ولا لا؟ يعني هل الموضوع فيه تطور مع الوقت ولا لا؟ يعني يمكن حضرتك برضو عارف انه في مباني اثريه موجوده في القاهره، في اي محافظه اخرى او في اي مكان في العالم، اماكن ممكن تكون محتاجه لترميم، فلو حصل فيها اي مشاكل ممكن تتهد خالص او تقع. فبرضو هل في تطورات في موضوع اجراءات السلامه والصحه المهنيه في الوقت اللي احنا فيه ده ولا لا؟ اتفضل. بص يا فندم، بالنسبه لمصر السلامه والصحه المهنيه لدرجه ان احنا عندنا حاجه اسمها تقييم المخاطر قبل العمل نفسه. تمام. كل منشأ بيتم تقييم المخاطر فيه، وضع خطه توازي القيمه بتاعته والحاجات اللي صالحه للاستخدام فيه. يعني مثلا لو عندي منشأ إداري هتلاقي فيه إجراءات إطفاء الحريق والإنذار وخلافه من تصفيات وطرق الهروب والكلام ده كله. لو في منشأ أثري هتلاقي دايما في تأمين عند كل لوحة كهرباء، عند الأماكن بتاعة الخروج والدخول. معظم الحاجات الأثرية بتبقى فيها كمان منشآت يعني أكثرها خشب، مش عارفين إن هو مواد الاشتعال السريعة. هتلاقي دايما بيتعمل سيستم الإنذار إن هو يبرد على طول، يقتل الحريق على طول. نعم. إذا تقييم المخاطر ده هو الخطة اللي بتخلينا نشتغل على حماية الحاجة من قبل، ودي ليها خطوات وليها دراسة معينة وبيبقى في حد متخصص بيعملها. بجانب إن إحنا عندنا طبعا إدارة الحماية المدنية المصرية بتعد تقرير عن كل منشأ سواء إداري أو موقع عمل، بتنزل بنفسها تقيم هل اللي موجود ده كافي لحماية المكان دوت وحماية الأفراد اللي جواه ولا لا. نعم. بجانب ان المنشأ نفسه او الاداره نفسها ليها الشخص المنوط بها بالتعامل في الجزئيه.
تمام. يعني افهم من حضرتك كده انه يعني في مثلا المباني القديمه ليها طريقه مثلا حمايه معينه، هل المباني الجديده بقى او الاماكن الجديده ليها اتجاهات او معايير مختلفه؟ طبيعي. بص، المباني القديمه وقت انشائها ما كانش فيه نظم الاطفاء بتاع الحديثه بتاعت الرشاشات، ولا مثلا ثاني اكسيد الكربون، ولا فبالتالي تعمل لها حق تحقيق الجديد. انما في الحديث وانت لسه بتعملي المنشا يقول لك لا، لازم يبقى في خطوط اطفاء ونظام اطفاء حريق ونظام انذار حريق، مخارج بتتعمل بعدد معين. الجزئيات دي كلها بتستوفى اثناء المنشا ما بيتعمل. نعم. فالحديث خلاص اوريدي بيتعمل فيه السيستم اللي موجود حاليا والمعتمد من اداره الحمايه المدنيه ومطابق للقانون. القديم بيتعمل له حمايه على وضعه الحالي، مش هينفع تغيري فيه. يعني صحيح. طبعا هنكسر في سقف اثري عشان نعمل سيستم ما او كده. مظبوط. فبيتعمل حاجات تحمي على وضعه الحالي. نعم. تمام. طيب اخيرا دكتور مايكل، العمال، وبما ان حضرتك بدات حديثك بالتهنئه للعمال طبعا وكل التوفيق لكل العاملين على او العمال في مصر على مستوى الجمهوريه، عايز اسال حضرتك حاجه، هل في قانون جديد او اجراءات جديده تحمي العامل في مكان العمل؟ بص يا فندم، هو القانون او الاجراءات بتستحدث او بتستجد زياده للامان، انما هو في فعلا من زمان ملف كان لحمايه العامل من المخاطر. انت دايما مثلا عندنا في المقاولات، خلينا نتكلم بشكل يعني متخصص اكتر. انا عندي بيبقى عامل متعلق على آلة ممكن مخاطر من ارتفاع كبير دي معناه تؤدي للوفاه. نعم. يحصل تعامل مع الكهرباء، يروح يعني يؤدي لكهرباء، يتعامل مع مواد كيميائيه موجوده في دهان احد الحاجات او كده يتحرق. يعني التعرضات دي كلها في ما يلافي الكلام ده من زمان. يعني قطاع البترول من اكثر من قطاعات الامن والسلامه المهنيه فيها مهمه، لان بيتعرضوا لغازات وبيتعرضوا لمواد بتروليه وكيميائيه. صحيح. نفس الكلام مجال المقاولات. اذا في الشركات موجوده وبتحدث كل فتره. نعم. يعني بتتفرض على كل وزاره لوحدها، ولا هو قانون واحد بيتفرض على كل الوزارات بنفس الشكل، ولا كل وزاره بتبقى حسب؟ هو قانون واحد اللي هو قانون العمل، ايا كان قانون العمل الممارس دوت جواه شروط السلامه والصحه المهنيه. تمام. بيتعمل لوائح بقى هي دي اللي بتكون اكثر تدقيقا حسب المنشاه واستخدامها وطريقه التعامل معاها. تمام. بيتم فرض لوائح الصحه المهنيه الخاصه بالمكان ده. تمام. أنا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا الدكتور مهندس مايكل البدراوي، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين ودكتوراه التنمية المستدامة. شكرا ليك يا فندم. طبعا يعني عرفنا منك معلومات كتير جدا عن موضوع السلامة والصحة المهنية، معلومات مهمة جدا، إجراءات بتتخذها الدولة المصرية لحماية العمال. كل عام وهم بخير. طبعا يوم 1 مايو بإذن الله هنحتفل بعيد العمال على مستوى الجمهورية. ناخد فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح القاهرة.